انا عمري ما طلبت منكم تنشروا فيديوهاتي، بس انا اتمنى ان انتوا تنشروا الفيديو ده عشان نوصل لكل المتابعين اللي كانوا بيتابعوني او اي حاله كانت حابه تتابع معايا، عشان ما تكلمش الاكونت التاني. انا دكتوره روضه، لو كنت بتتابعني على الحساب ده عاوزه اقول لك ان الحساب ده دلوقتي ما بقاش موجود، وحصل له هاكينج، انا دلوقتي على الاكونت ده. اللي خد الاكونت مش عارف، يمكن مش عارف قد ايه انا ممكن اكون تعبت كتير عشان اعمل اكونت ده. مش عارفه ممكن يستفيد ايه، بس انا عاوزه اقولك ان الاكونت تعبت عليه كتير، وخد مني سنين، وخد مني تعب، وخد مني سهر. بحاول اكون كويسه، وبحاول اقول لنفسي احنا اللي بنعمل الاكونتس واحنا اللي بنكبر شغلنا، بس احيانا كده بتحس تقول انه هو انا لسه هعيد كل ده تاني؟ هو انا معقول هقدر اوصل لكل الناس دي تاني؟ لو انت كان عندك حلم ان انت اصلا توصل لابعد من كده، فبتبتدي من الصفر. بعد ما كان عندك اراوند 200 الف متابع، دلوقتي هتبتدي من الصفر. متابعين ما كنتش يعني ما كانوش بيدوني فلوس ولا حاجه، بس ده شغلي، دي الحلقات اللي بتتابع معايا، وده شغلي، وده مجهودي، وده تعبي. فمش قادرة اعرف ليه ممكن حد يعمل في حد كده. ما بحبش خالص اكون مصدر لصعبانيات ولا كده، بس الموقف اللي انا فيه تقيل عليا شوية. اتمنى انه اقدر ابتدي من جديد. مش عارفة هقدر ابتدي ولا لا، بس انا عملت الفيديو ده عشان احذر ناس كتيرة واقول لهم خلوا بالكم ان ده الاكونت بتاعي، واي تعامل على الاكونت التاني ما بيخصنيش دلوقتي. وعاوزة اقول للشخص اللي ممكن يكون سرق تعب وشقى حد تاني، ممكن يكون استفاد ايه؟ على فكرة مكاسب الفلوس عمرها ما كانت حاجة، يعني خلي بالك عند الله تجتمع الخصوم. بشكركم جدا جدا كل الناس اللي بتحاول تكلمني من امبارح، كل الحالات اللي بيحاولوا يطمنوا عليا وبيدوروا عليا. ده الاكونت الحالي ليا اللي انا بكلمكم منه. عاوزاكم تدعوا لي كتير، واتمنى منكم ان انتوا تساعدوني في انه اقدر اوصل لكل الناس اللي كانوا بيتابعوني، عشان ما يحصل لهمش اي خسارة في اي شيء. اكيد تعب وشقة سنين عند ربنا ليه تمن كبير اكتر من اي فلوس، واتمنى ان انت تراجع نفسك وترجع الحق لاصحابه، لان عاجلا ام عاجلا كلنا بناخد حقنا، لو ما كانش في الدنيا هيكون عند ربنا. اتمنى ان انتوا تساعدوني انه اقدر ابتدي من